حرفيا الفيديو ده يستاهل مليون لايك. بكيلو واحد من اللحمة المفرومة عملت كل الأصناف اللي قدامك دي. يعني من النهاردة هتملي بيتك بالخير والبركة طول الشهر. زودنا الكمية بقى بحاجات مفيدة جدا جدا للصحة، وكمان ما تغيرش الطعم. أخدت ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وهحتاج كوباية إلا ربع من البرغل. تمام كده. حطيت في الكبة عندي فص توم وبصلاية متوسطة، وغسلت البرغل وضفته على طول، انا ما نقعتوش. هضربهم مع بعض شوية وهركنهم في الكبة لحد لما البرغل يشرب من مية البصل. وبعد كده ضفت بيضة وملح وفلفل اسود وبيكنج باودر، معلقة صغيرة من كل حاجة. بعد كده ضفت اللحمة المفرومة اللي هي تقريبا ربع كيلو بالظبط كانت على الميزان، وهضربهم مع بعض كويس جدا. دلوقتي برضه هقولك لو ما عندكيش كبة تعملي ايه بالظبط. هنضربهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وعشان اسمغهم اكتر واخلي القوام بتاع الكفته بتاعي مظبوط، ضفت لهم معلقتين كبار من البقسماط ومعلقتين كبار طبعا من البقدونس او الكزبره المتاح عندك في البيت، وضربت كله مع بعضه. في حاله انك ما عندكيش كبه هتبشري البصله وتحطي عليها البرغل المغسول، وتسيبيهم مع بعض لما البرغل يشرب من ميه البصل. بعد كده بتضيفي اللحمه المفرومه وباقي المكونات، وتفضلي تعجني كويس جدا لحد لما كل حاجه تتسمغ مع بعضها واللحمه تطلع خيوط. شكلي بقى بالطريقه اللي تعجبك. دي الطريقه اللي انا بحب اشكل بيها كفته البرغل. بحب اعمل عليها علامات بالمعلقه كده عشان تديني شكل حلو، وبعد كده بخلص كل الكميه زي ما انتوا شايفين. الكميه دي اللي هي كانت ربع كيلو من اللحمه وكوبايه الا ربع من البرغل عملت معايا الثلاث اطباق المحترمين دول. تعالوا بقى بينا ندخل على تاني وصفه. تاني وصفة هنحتاج لها برضو ربع كيلو من اللحمة المفرومة. وزنتها على الميزان زي ما انتوا شايفين عشان كل حاجة تبقى قدامكم. تمام كده. جبت الكبة عندي وحطيت فيها بصلاية وسط، حطيت فيها فصين من التوم، طماطمايه متقشرة ما يكونش فيها يعني ميه كتير، وقرن شطه. طبعا قرن شطه هنا بيكون اختياري بس بيدي طعم حلو. ضربتهم مع بعض. والمكون اللي هضيفه النهارده عشان يكتر الكفته هو الرز المسلوق، او حبه رز مثلا بايتين عندك ولا حاجه. ضفت البقدونس وكمان معلقتين كبار من البقسماط، بيضه وملح وفلفل اسود وبيكنج باودر، واللحمه. هكتب لك برضو مقادير كل حاجة بالترتيب كده تحت الفيديو. طبعا لو وصلتي لحد هنا عرفيني بتتابعيني من اي بلد. انا موني من مصر، وكل سنة وانتي طيبة. دلوقتي بقى نزلتها عندي على الطبق كده، حسيت ان هي ايه مش ماسكه نفسها، فضفت لها معلقتين من النشا. قلبتها كويس وجبت طبق جنبي فيه حليب. حليب بس من غير بيض ولا حاجه، لان صراحه البيض غلي. وكمان كيس حطيت فيه بقسماط. بشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بطلعها من الحليب على البقسماط في الكيسه بالشكل ده، وبرصها في الاطباق. لو حسيتي ان هي صعبه في التشكيل بتبلي ايدك بالزيت عشان تتشكل معاكي بسرعه. والربع كيلو عمل معايا الثلاث اطباق المحترمين دول. بعد كده جبت الكبه بتاعتي عشان اخش في الصنف اللي بعد كده. حطيت بصلتين صغيرتين وفصين من الثوم. والمكون معايا النهارده التاني هيكون كوبايه من العدس المسلوق اللي هو العدس بجبه. حطيت كمان 3 معالق كبار من البقسماط، معلقتين من الكزبره، وكمان ربع كيلو من اللحمه، وملح وفلفل وبيكنج باودر. مش حاطه انا اي بهارات كتير. بحب احط البهارات الكلاسيكيه العاديه خالص، بس لو بتحبي انتي بهارات كتري براحتك. ضربت كله مع بعضه وكان معايا بالقوام والشكل اللي قدامكم ده. دهنت ايديا بالزيت كويس جدا، وابتديت ان انا اشكلها على هيئه اقراص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا يوسف بيسلم عليكم. قاعد معايا وانا بسجل الفيديو. هخلص بقى كل الكميه زي ما انتوا شايفين وهشكلها، وهوريكم بالظبط طلعت معايا كام طبق. طلعت معايا ال3 اطباق دول. تعالوا نخش على الوصفة اللي بعد كده. محتاجة بصلاية وسط، وهجيب دلوقتي بطاطساية حلوة كده يعني حجمها حلو، وبشرتها على الناحية رفيعة، وصفتها كويس جدا 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 من المية. وعلى فكرة ضفت كمان على البصلة فص توم. ضربتهم مع بعض في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد لما كل حاجة تجانست مع بعضها. ضفت لهم بيضة وضفت لهم ملح وفلفل اسود وبيكنج باودر. تمام كده. وبعد كده ضفت ربع كيلو من اللحمه، وضفت كمان معلقتين من البقدونس او الكزبره اللي موجود عندك. وضربت كويس جدا 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 لحد لما كل الخيوط تجانست مع بعضها بالشكل ده. وكورتها عن طريق الزيت. دهنت كمان الكيسه اللي قدامكم دي بالزيت علشان اعرف اشكل الكفته بتاعتي، ودي اسهل طريقه لتشكيل الكفته. لو وصلتي لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير.
وشوفي بقى الكمية اللي ما شاء الله ما شاء الله طلعت معايا من كيلو واحد بس من اللحمة المفرومة. ما شاء الله كمية خطيرة جدا جدا. لو عجبتك وصفتي النهاردة ما تنسيش تعملي لايك وشير. انا بحبكم في الله، ودمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم.